السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. النهاردة بقى مع بعض هنعمل ايه؟ هنعمل زي ما انتم شايفين محشي بتنجان. عايزة بس اوريكم البتنجان ايه المخدد ده الجميل. بصوا المنظر، شايفين؟ بصوا البتنجان عامل ازاي، والكوسة. هنعمل بتنجان النهاردة وكوسة، واعمل بتنجان فلفل، انتوا عارفين ان انا بحب الفلفل ده، والملوخية. وكمان انا جبت لفه الجلاش، هعمل جلاش النهارده بالبسطرمه. تعالوا بقى نشوف الحاجات النهارده، اليوم النهارده ده. طبعا الخضره بتاعتنا عشان المحشي. شايفين؟ بصوا الملوخيه جميله ازاي يا جماعه. شايفين؟ بصوا بصوا جميله ازاي. في ناس طبعا بتغشها وبتحط ميه. بصوا دي فلاحي اهي. يلا بقى تعالوا مع بعض. اول حاجه هعملها ايه؟ هقور البتنجان. مين يجي يقور معايا البتنجان يا جماعه؟ لو سمحتوا حد يجي يساعدني في البتنجان ده. هقور البتنجان وهقور الكوسه وبعد كده اجيلكوا تاني. زي ما انتوا شايفين انا خلصت وسبتوني ان انا اعمل البتنجان لوحدي والكوسه، مع اني كنت مستنياكوا يا جماعه تيجي تقفوا معايا. زي ما انتوا شايفين كده انا خلصت كده البتنجان، كوسه، فلفل. قطعت الخضره. طبعا لسه الجلاش ما عملناهوش، هنعمل دلوقتي الجلاش بالبسطرمه. وتشوفوا الطريقه سهله قوي. وشايفين الفرخيه ما شاء الله، الفرخه كبيره وحلوه. تعالوا بقى يلا نعمل ايه. انا عملت التسبيكه، تعالوا اوريكم بس الاول عملنا ايه على البوتاجاز. زي ما انتوا شايفين كده انا حطيت، طبعا قطعت البصل، حطيت الطماطم. ما عملتش اكتر من كده. حطيت الايه، هحط بقى الملح والفلفل الاسود دلوقتي. وهنا الميه حطيناها عشان خاطر نسلق فيها الفرخه. بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل الفرخه بتاعتنا كده، حاطين فيها الورق اللوري، وحاطين حبهان، حاطين بصلايه، طماطمايه. كل الحاجات اللي انت عايزه تحطيها حطيها في قلب الايه، الشوربه بتاعتك. كده الصلصه خلاص او التسبيكه كده خلصت. حطي بقى عليها، وادي الشوربه. شايفين؟ يلا تعالوا بقى نحشي مع بعض. زي ما انتوا شايفين كده حطينا بقى، غسلنا الرز وحطينا شويه شطه حلوين. تمام. نقلب تقليبه حلوه كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كده طبعا هي حمرا بس هي اساسا مش باينه في الكاميرا. وادي كده غسلنا الكوسه والفلفل، وغسلنا البتنجان. يلا تعالوا بقى نشوف. طبعا احنا متعودين مع بعض ان احنا بنحشي البتنجانه، يعني مش كلها، احنا بنحشي ايه، نص البتنجانه كده بنحشيها. انا بس هوريكم لغايه فين عشان بس ايه. طبعا انا ماسكه الكاميرا، انا بصوا ماسكه التليفون وبعمل ايه. تمام اهو. طبعا احنا بنشيل الرز ده، يعني بحمل ايه نصها، نص البتنجانه كده بقوم عاملاها. ليه؟ بدي فرصه ان هي بتطلع، ان هي ما بتستوي كده. تعالوا بقى يلا نشوف. هخلص وهعمل الفرشه بتاعتي في قلب الحله اللي انا هعملها الكبيره دي. هعمل ايه، بصلايه، وهعمل كمان طماطمايه، وبحط شويه زيت للفرشه بتاعت البتنجان وايه والكوسه بتاعتنا. خليكم بقى معايا وشوفوا في الاخر هيبقى ايه. دي كده ايه الفرشه اللي احنا بنفرشها زي ما انتم شايفين في الحله. طماطم والبصل والايه وشويه الزيت، وبنحط بقى طبعا البتنجان بنوقفه. اما الكوسه والفلفل هنملحهم طبعا، نحط فيهم ملح ونملحهم حلو عشان نحشي بقى ايه البتنجان بتاعنا واكلنا النهارده. زي ما انتم شايفين انا كده خلصت كده حلتين، حله واحده كبيره وواحده صغيره. تعالوا بقى نحطها على النار ونشوف بقى ايه بعد ما تستوي. كده بقى الرز اللي فاض مني. بصوا زي ما انتم شايفين، معاكي ورق زبده، عندك ورق زبده تحطي فيه. بصوا الشوربه جمالها ازاي يا جماعه. يلا تعالوا يلا نحط ونسقي البتنجان بتاعنا كده. نحط الاتنين بقى على النار
ونعمل بقى مع بعض الايه الجلاش. زي ما انتم شايفين بقى. تعالوا بقى نعمل الجلاش عبال ما طبعا المحشي بتاعنا يستوي. اول حاجه بجيب ورقه تكون بقى سليمه من الجلاش، تمام. بفرد بقى طبعا ايه الجلاش كده زي ما انتم شايفين. احنا النهارده هنعمله بالبسطرمه. شوف كده، هو نفس اللي باللحمه المفرومه يا جماعه، مفيهوش اي حاجه ولا حاجه صعبه ولا حاجه. وبرده بناخد كل ورقتين كده ونعملهم بالايه بالسمنه بس، لغايه لما يجي عند نص الايه الجلاش. اول ما يجي عند نصه خلاص يبقى ايه اعمل ايه، احط البسطرمه. خلاص على كده تمام. يلا خلصت، مش عايزه اطول عليكم. خلصوا تعالوا شوفوا برده. زي ما انتم شايفين كده بنرص الايه البسطرمه رص كده، بحيث ان هي تبقى طعمها يعني لو خدت اي قطعه بتبقى فيها الايه فيها البسطرمه. طعم بيبقى جميل جدا وحاجه تغيير تجديد. هي نفس اللحمه المفرومه، نفس ما بتجيبي لحمه مفرومه هي بس بيبقى طعمها حلو قوي قوي. كده خلصت كده زي ما انتم شايفين بسطرمه كلها اهو. نحط بقى الرق التاني او النص التاني من لفه الجلاش فيه. زي ما انتم شايفين انا كده خلصت خلاص. هنا حطيت ايه بقى، حطيت نص كوبايه لبن، نص كوبايه شوربه. طبعا الشوربه دسمه جدا، وهحط بيضايه كمان زي ما انتم شايفين كده، وملح وفلفل اسود، ونقلب كده. خلاص الجلاش بتاعنا خلص. احطه بقى على طول واقوم مدخلاه الفرن. شايفين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اهو لازم تخليها تتسقيها. طبعا بعد ما قطعناها قطعها مربعات، تقطعها سمبوكسه، اللي يريحك اعملي. انا كده خلصت خلاص. هدخل بقى الفرن وشوفوها بعد ما تخرج من الفرن ان شاء الله. زي ما انتم شايفين لسه خارجه الجلاش اهوت. الريحه بقى ايه يا جماعه؟ اتفضلوا معايا. طبعا حسب اول بس ما يبرد شويه هغطيه بس بورق فويل واسيبه يبرد، وبعد كده نقطعه عشان خاطر بصوا التقطيعه كلها راحت اللي انا كنت مقطعاها. همشي عليها بالسكينه ونظبطها تاني. كده الشوربه غليت بقى للملوخيه. نقلب بقى. بصوا الشوربه والدسم بتاع الشوربه يا جماعه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا هوريكم بقى البتنجان. خلاص كده قرب خلاص يستوي. كده خلاص الملوخيه والتقليه. الله الله. حبه البهاريز يا جماعه. الريحه ايه؟ اتفضلوا. زي ما انتم شايفين كده قطعناها. بعد ما بتبرد بس يا جماعه عشان تعرفي تشيليها. زي ما انتم شايفين انا كده خرجت الفراخ. بصوا بقى جمال المحشي يا جماعه. شايفين؟ بصوا المنظر، زبده. يا سلام يا سلام على صواعي المحشي الجميل.
اتفضلوا معايا. وادي الايه جلاش، شايفين كده؟ انا خلصت كده ايه المحشي بتاعنا زي ما انتم شايفين. قولوا لي رايكم بقى يا جماعه. شايفين؟ بصوا المنظر، شايفين البتنجانيه عامله ازاي؟ ولا في رزايه ولا في اي حاجه، متنطوره بره. هنا ادي الفرخه بتاعتنا، وادي الجلاش بالبسطرمه. الطعم يا جماعه تحفه 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 تحفه. جربوه هيعجبكم قوي قوي. طبعا انا مش عايزه ادوق قدامكم عشان ما تقوليش انت بتدوقي وبتعملي ياسمين واحنا ما بناكلش اهو. اكل بعد التصوير. اقول لكم بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والسبسكرايب ليوميات مطبخ الياسمين، ورايك وتعليقاتك، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مع احلى متابعين في الدنيا.